المتحف مبني على مساحة 490 ألف متر مربع تقريبا. الواجهة والبوابات معمولة من الحجر الجيري المصري المستخرج من نفس نوع الحجر اللي استخدمه الفراعنة في الأهرامات زمان، على شكل مثلثات شفافة بتدي لون ذهبي. أول حاجة بتشوفها بعد دخولك البهو الكبير تمثال رمسيس الثاني الضخم اللي وزنه أكتر من 80 طن في مدخل البهو الكبير، كأنه هو اللي بيستقبل الزوار، والسلالم الكبرى اللي بتوصل ل 12 قاعة رئيسية على مساحة 18 ألف كيلو متر مربع. بعد كده متحف الأطفال، والمتحف بيعرض الآثار والتماثيل بتقنية اسمها الواقع المختلط. دي تكنولوجيا لما تلبس نظارة الواقع المختلط تشوف العالم الحقيقي قدامك، بس متضاف عليه عناصر رقمية من لون أو صوت أو إضاءة أو رسوم متحركة 3D، بتشوفها وتتفاعل معاها كأنها حقيقية. يعني مثلا لو قدامك تمثال ولبست نظارة الواقع المختلط بتوريك التمثال بلونه الأصلي زمان في زمنه، أو شكل الملك وهو بيتحرك وبيتكلم كأنك في الماضي فعلا، أو تظهر معلومات رقمية مكتوبة تحكي لك تاريخه واتصنع ازاي، أو تشوفه مشهد يمثل لك الحياة في مصر القديمة حواليك بالكامل. فالمتحف بيقدم لك تجربة كأنك بتسافر عبر الزمن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.